بتكليف من البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، احتفل دير القديس مار مرقس الرسول بطريق العلمين بعيد استشهاد القديس أبسخيرون القليني في 7 من بقونة، والذي يوافق 14 يونيو الجاري. أهلا بيكم من دير الكاروز والقليني، دير ماري مرقس والشهيد أبسخيرون القليني أول طريق العلمين. احنا بنحتفل الليلة بعيد الشهيد أبسخيرون بعيد استشهاده، ومن شهر تقريبا احتفلنا بعيد استشهاد القديس ماري مرقس كاروز الديار المصرية. شايفين حضراتكم الأجواء، الزحام الشديد والفرحة العارمة اللي مالية القلوب والابتسامة العريضة اللي على كل وجوه. الدير اللي احنا فيه باسم شهيدين مش شهيد واحد، ماري مرقس الرسول والشهيد أبسخيرون القليني. أول دير في مصر وخارج مصر أيضا يسمى باسم القديس ماري مرقس الرسول. كانت نظرة حكيمة قوي وواعية وبعيدة، هي نظرة قداسة البابا تودرس، ازاي يبقى فيه كاروز للديار المصرية وفضله علينا وخيره علينا، لولا أمنا بالمسيح وبقاش ليه دير في مصر. علشان كده وجه قداسته قدس أبونا لوكاس الأنبا بشوي علشان يصمم وينفذ ويعمر هذا الدير المبارك اللي احنا فيه. في كنيسة الغلب مع الراعي الآمن في وسط القديس بأثواب أبسخير في موضع السلام بمنتهى الإكرام بعد أشد الآلام بأثواب أبسخير في مسكن الذل أعطاك الله إكليل ليس له ماثل بأثواب أبسخير. أبونا كلمنا عن المناسبة الدينية بتاعت النهاردة. هو في البداية كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد استشهاد القديس أبسخيرون القليني. ودي فرحة كبيرة جدا إن يكون في مصر هنا دير باسم القديس أبسخيرون القليني واسم دير ماري مرقس، لأن مفيش دير باسمه غير الدير دوا. فدي بركة كبيرة وبيبقى احتفال كبير جدا. ومعروف إن الشهيد القديس أبسخيرون القليني من الشهداء العظماء اللي كان ليه معجزات كتيرة، لدرجة إن في عصر من العصور نقل كنيسة باسمه في المنيا في مدينة البيهم. فدي بركة عظيمة اللي احنا نكون في دير باسم القديس أبسخيرون القليني. وكل سنة وحضراتكم طيبين. وطبعا بنشكر جدا أبونا القمص لوكاس الأنبا بشوي رئيس الدير إن هو بيحيي ذكرى واحتفال القديس أبسخيرون القليني، ودي حاجة كبيرة جدا ربنا يعوضه عليها، ونقول له كده تعيش وتعمر يا قدس أبونا. عايزين حضرتك تكلمنا عن القيمة التاريخية للدير. هو الدير هنا على مساحة كبيرة وهو على طريق العلمين، وهو امتداد لدير الزجاج اللي موجود في الساحل الشمالي، دير ماري مرقس والشهيد أبسخيرون القليني. فهو الدير هنا يعتبر امتداد وإحياء لدير الزجاج. أنا شايف إقبال كبير من الشعب جايين من جميع المحافظات. هو الشعب القبطي عامة بيبقى شعب محب وشعب متدين بطبعه، ودايما بيبقى متواجد في الاحتفالات اللي باسم القديسين، خصوصا ان الدير هنا باسم ماري مرقس وأبسخيرون القليني. وزي ما قلت لحضرتك من شويه ان مفيش دير باسم أبسخيرون القليني وماري مرقس الا الدير دوا. فهو الشعب بطبعه متدين، ودايما لما بيكون حاجه باسم ماري مرقس وأبسخيرون القليني فبيبقى متواجد باستمرار يعني. ترأس الاحتفال الراهب القمص لوكاس الأنبا بشوي رئيس الدير بحضور الراهب كراس آفا ماركوس أمين الدير وعدد كبير من الآباء الكهنة والشمامسة وفرق الكشافة والشعب. وتم عمل عشية وزفة للقديس للاحتفال بهذه المناسبة وتطيب الأجساد. كلمنا عن المناسبة بتاعت النهاردة.
النهارده مناسبة جميلة، هي مناسبة استشهاد القديس أبا اسخريون القليني، وده من شهداء الكنيسة القبطية اللي احنا بنفتخر بيهم، ومناسبة بنحتفل بيها في دير جميل زي دير ماري مرقس. وطبعا ماري مرقس من المعروف ان هو سبب دخول المسيحية مصر، وهو المرجع لينا، وهو اللي بشرنا بالمسيحية. والقديس أبا اسخريون القليني النهارده طبعا ليه معجزات كتيرة جدا وليه تذكارات كتيرة جدا، فاحنا بنجتمع مع اتنين من ابطالنا يعني، فالدير ليه رونق خاص وليه مذاق خاص، وبنتشرف بدعوة الأنبا لوكاس ان دعوة بيدعينا كل مرة، اي مناسبة بيدعينا ونيجي ونفرح مع بعض، والتجمع النهارده جميل جدا. وهنا دير مميز جدا في احتفاله، يعني عاملين شغل اول مره اشوفه في دير، سواء تنظيم الاحتفال. يعني انا هنا من الصبح كان في زي كورالات وفي احتفالات، وحتى الاكلات اللي الدير بيقدمها مميزه جدا ومنظمه جدا وهدايا جميله. يعني انا شايفه خدمه في مليانه من الروح القدس، وفيها بذل مجهود جميل، وفي روح من التعاون بين الناس جامد قوي، وحاسين بارواح القديسين مليانه. فالنهارده يوم مميز جدا بعشيه القديس ابا اسخيرون، ومبسوطه جدا ان قناه الشمس بتيجي دايما تصور في احتفالات، سواء في عيد ماري مرقس والنهارده بتنوروا الدير، ومبسوطه ان انتم موجودين. طبعا احنا اولا بنشكر ربنا ان هو اجابنا النهارده عشان نحضر عشيه عيد القديس ابا اسخيرون. طبعا كلنا غنيين عن التعريف، ابا اسخيرون ده قديس عظيم. كان ايام الاضطهاد كان في بيعملوا حفل جماعي للعرايس كلها، فجاء ابو اسخيرون جه الاضطهاد، فراحوا عايزين يقتلوا كل العرايس اللي في الكنيسه. فابو اسخيرون قديس عظيم خد الكنيسه كلها من كفر الشيخ وداها المنيا. فنشكر ربنا طبعا ان ربنا بيبعت لنا تعزيات وبيبعت لنا حاجات كويسه وبيبعت لنا مناسبات حلوه تعرفنا قيمه الشهداء، ان احنا عندنا شهداء قويين جدا جدا جدا. النهارده جايين نحضر عشيه ابا اسخيرون القليني. ربنا برضو يدوم كهنوت ابونا لوكاس الانبا بشوي. نشكر برضو الكشاف، الدير منظم ويوم جميل، عدد اسم الصليب حلو، بركه كبيره ويوم جميل يعني. تشهد الدولة المصرية حاليا نهضة تنموية وعمرانية لم تحدث من قبل، يأتي ذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. فقد اهتم الرئيس السيسي بتجديد وتحديث الآثار والأماكن السياحية والأثرية الدينية القبطية والإسلامية، وذلك للاستمرار في جذب السياحة. ومن هذه الأماكن دير القديس مار مرقس الرسول والشهيد أبا اسخيرون القليني بمنطقة وادي النطرون العالمين. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتل مكانة كبيرة في مصر والعالم، وهي تعيش مرحلة من أزهى مراحل حياتها في ظل الجمهورية الجديدة التي يقودها الزعيم عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. حاتم المصري، قناة الشمس.